عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طبعا النهارده رجعنا لكم من بداية الأسبوع ال 16 من الدوري المصري الممتاز، اللي النهارده تم إقامة 3 مباريات في الأسبوع، في بداية الأسبوع ال 16. النهارده كانت المباراة الأولانية كانت بين أسوان وطلائع الجيش، واللي انتهت بنتيجة إيجابية 2-2. والمباراة الثانية اللي كانت بين الإسماعيلي والداخلية اللي انتهت بنتيجة 3-1 وفوز الإسماعيلي طبعا. والمباراة الثالثة والأخيرة اللي كانت بين المقاولين العرب والاتحاد السكندري. طبعا بالنسبة للمباراة الأولانية كانت أسوان وطلائع الجيش. النهارده كان أسوان يعتبر عامل مباراة جميلة جدا، بس للأسف ما قدرش يفوز على طلائع الجيش. وطبعا جماهير أسوان النهارده كلها كانت مالية المدرجات، وكانت كتيرة جدا جدا وبتطالب أسوان فعلا بالفوز. وجماهير تعتبر بتساند أسوان من بداية الدوري، لأن أسوان يعتبر بتقدم مباراة جميلة جدا السنة دي في كرة القدم بالنسبة للدوري المصري. طبعا النهارده سجل محمد حمدي في الدقيقة 22 الهدف الأولاني من الشوط الأولاني في المباراة، وتعادل محمود وادي من ضربة جزاء في الدقيقة 49. وفي بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 سجل مصطفى جابر هدف جميل جدا عن طريق تسديدة من بعد نص الملعب، سكنت شباك حارس أسوان. وفي الدقيقة 59 سجل أحمد بالحاج هدف التعادل، وانتهت المباراة 2-2 وبنتيجه ايجابيه، وكانت مباراه جميله جدا. المباراه الثانيه النهارده كان الاسماعيلي والداخليه. الاسماعيلي قدم مباراه جميله جدا، يعني مع الاستحواذ بالنسبه للداخليه كان عالي بنسبه 60%، والاسماعيلي كان 40%. ولكن الاسماعيلي قدر يخطف المباراه النهارده، ويعتبر تاني فوز ليه في الدوري، ويعتبر اول فوز ليه في ولايه احمد حسام ميدو. ونتمنى طبعا لجماهير الاسماعيلي والاسماعيليه انها تتقدم اكتر واكتر، لان تعتبر الاسماعيلي الضلع الثالث بالنسبه للكره المصريه. المباراه الاخيره النهارده اللي كانت بين المقاولين وبين الاتحاد السكندري، يعني انا كنت شايفها النهارده مباراه متوسطه. المقاولين حاول والاتحاد حاول، لكن للاسف النتيجه طلعت 0-0. وبكده النهارده يعتبر 3 مباريات النهارده، وان شاء الله باذن الله بكره هيبقى المصري مع فاركو، ويوم الاحد هتبقى هناك في 3 مباريات: مباراة انبي مع سموحة، ومباراة بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، ومباراة الزمالك مع فيوتشر. ويوم الاثنين هيبقى فيه مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة. وكده تبقى مباراة الاهلي وحرس الحدود هي تعتبر مؤجلة بسبب ان الاهلي هيلعب ان شاء الله باذن الله في كاس العالم للاندية في 1 فبراير. نتمنى ان تستمتعوا بالاحداث الرياضية اللي احنا قدمناها النهارده والاخبار الخفيفة، ويا رب نكون خفاف على قلوبكم باذن الله.